مساء الخير. أنا اسمي أيمن تدرس، مدرس أمريكان دبلومة من 22 سنة، وبشتغل في التعليم الأمريكي دوت بتخصص أكتر في الأمريكان دبلومة. أنا النهارده جاي أتعلم وأعلم عن التعليم الانترناشونال. مش شغال؟ خليك معايا. اوكي؟ بدوس ما مش بتحرك. خلاص. اوكي. النهارده هنتكلم على الانترناشونال اديوكيشن. طبعا الانترناشونال اديوكيشن عندنا في تخصصات. هو ليه مش شغال؟ عندنا اول حاجه في الانترناشونال اديوكيشن. نعم؟ سوري. الانترناشونال اديوكيشن عندنا طبعا IGCSE اللي احنا بنقول عليه التعليم البريطاني. طبعا انا عارف ان انتوا جايين جامعات، بس انا عايز اقدم فكره عن لو ولادنا اخواتنا الصغيرين داخلين الجامعه نفهم ايه هو الانترناشونال اديوكيشن. فالتعليم الاولاني عندنا IGCSE، بعد كده عندنا الامريكان دبلومه، بعد كده عندنا الانترناشونال بكالوريت. ناس كتيره قوي مش عارفه ايه هي الانترناشونال بكالوريت. هي البكالوريا الدوليه، وده تعليم سويسري. اوكي، دي اشهر ثلاث شهادات في مصر شغاله. طبعا في شهادات تانية كتيره بس دول اشهر حاجه. اوكي، طيب النهارده هنتكلم بالتفصيل عن الامريكان دبلومه. الامريكان دبلومه اول حاجه فيها بيبقى عليها ال 40% من درجاتها طريقه تقسيم الدرجات. 40% على المدرسه، على شغل المدرسه. طب وايه تاني؟ عندنا من 60 ل 75% على امتحان اسمه ايست 1 او اكت 1 او سات 1 ديجيتال سات. وعندنا 15% على ايست 2 اكت 2. التقسيمه دي مهمه جدا، ناس كتيره بتبقى عايزه تعرفها. فده تقسيمه الدرجات 40 من 60 ل 75 15، يعني التوتال بتاع الامريكان دبلومه من 130 مش من 100%. عشان في ناس كتيره اللي اوير بالامريكان دبلومه يقول لك انا جايب 120% فيتخضوا. لا، احنا من 130 مش من 100% زي الثانوي العام. اوكي، ده بالنسبه لتقسيمه الدرجات. بعد كده عندك المدرسه عليها 40%. ازاي بتتحسب؟ هي عباره عن 8 مواد. هو بناخد، الوزاره بتاخد بحد اقصى ماده واحده من جريد 10 اللي هي اولى ثانوي. طبعا جريد 11 بحد اقصى 3 مواد. جريد 12 يقدر ياخد الثمان مواد كلهم من جريد 12. تاني هقول تاني، المدرسه جريد 10 ماكسيمم ماده واحده، جريد 11 3 مواد، جريد 12 يقدر ياخد الثمان مواد كلهم من جريد 12. دي درجه حساب الGPA. ناس كتيره برضو مش عارفه ازاي بنحسب الGPA. الGPA اللي هو درجه المدرسه. بعد كده بقى خلاص دي ده احنا رجعنا لورا. ماشي. ازاي بتحسب؟ طبعا الثمان مواد دول بيبقى في اتندنس عليهم درجه، حضور، كمان البروجكتس. الامريكان دبلومه تعليم معتمد على البروجكتس، يقدموا بروجكتس كتيره عليها درجات، والاكتيفيتيز اللي بتعملها في المدرسه. كل ده في الاخر بيتجمع السكورز بتاع كل المواد اوفر 8، يعني افريج، يديك الدرجه البرسنتج بتاعت المدرسه. يعني زي ال 40% بتحسب بالطريقه دي على الثلاث حاجات دول. اوكي، ده السكول اللي هو ال 40%. طيب عندنا بقى الايست والاكت والسات. تلخيص سريع كده. الاكت بيبقى بالكمبيوتر كله، يبقى الماث من 36، الانجليش من 36. دي درجه الاكت. وفي جداول تحويليه نحولها ل 1600. احنا بنحسب من 1600. عندك بقى الايست ده بيبقى بيبر بيز، الامتحان على ورق مش كمبيوتر. بيبقى عندك الماث من 800 والانجليش برضو من 800. في بعد كده بقى الناس اللي هم عندهم اقامه بره مصر يقدر يمتحن ديجيتال سات. السات بتاع زمان بقى في سات جديد اسمه ديجيتال سات بالكمبيوتر، برضو الماث من 800 زي الايست بالظبط، هم زي بعض. والانجليش من 800.
قبل ما اقلب الخطوه الجايه، طبعا ناس كتير قوي مش عارفه الفرق بين الايست والسات والاكت. دي امتحانات عليها من 60 ل 75%. هقول لكم ازاي بنحسب الدرجه. مين من حقه يمتحن ايه؟ هقول لك بسرعه مين من حقه يمتحن ايه. لو انت طالب عايش في مصر لازم تمتحن، تقدر تمتحن ايست يدخلك اي جامعه في مصر بمناسبه الجامعات. الاكت يدخلك اي جامعه في مصر او بره مصر، الاكت. انما السات لو انت معاك اقامه بره مصر تقدر تمتحن الاس اي تي، او لو هتخش في مصر جامعه دوليه تقدر تدخل بالسات حتى لو معكش اقامه، او لو هتسافر بره مصر تقدر تاخد ديجيتال سات وتسافر بيه بره مصر. امتحان الديجيتال سات مش في مصر، موجود بره مصر، موجود في دول كتير قوي ما عدا مصر، اوكي؟ لكن الايست في مصر والاكت في مصر. طبعا اغلبكم ما اعرفش اللي قاعدين عارف ان في افاضل هنا عارفين الامريكان دبلومه، بس انا بشرح كمان كل التفصيلات للي مش عارف الامريكان دبلومه. طيب بعد كده ازاي بنحسب السكور؟ السكور بتاعي لو اقل من 1090، السكور من 1600. لو انا جايب اقل من 1090 فانا بضرب السكور بتاعي في 60 على 1600 يديني البرسنتج بتاعه السات او الايست او الاكت 1، سات او ايست او اكت 1. لو السكور بتاعي اعلى من 1090 باخد حاجه اسمها البونص، بضرب السكور في 75 على 1600 لو الجامعه اللي انا داخلها برايفت كوليدج. ركزوا في الحته دي يا جماعه. لو انا داخل جامعه خاصه مش حكومه سكوري بضربه سكور بتاعي في 75 على 1600 اقدر اجيب البرسنتج بتاعه الجامعه الخاصه. طب لو جامعه حكومه بضرب السكور بتاعي ملتبلاي 69 ديفايدد 1600 يديني البرسنتج بتاع الجامعه الحكومه. هي عمليه معقده شويه، لو تحبوا تصوروها ثبتها من فضلك، لو تحبوا تصوروا طريقه حساب السكور لانها مهمه جدا. قد لا تتوفر لك السبل انك انت تشوف الطريقه دي. طبعا انا بجيب لكم يعني تفاصيل الامريكان دبلومه، وما اعتقدش ان انتوا هتلاقوا الحاجات دي بالتفصيل. اوكي؟ بعد كده في عندنا بقى ازاي بنحسب السكور بتاع ايست 2 او اكت 2. وبالمناسبه انا بفضل اكت 2، اسهل بكتير. اكت 2 ده بقى زي المستوى الرفيع بتاع زمان، ده اللي بيخليني اخش جامعه طبي او ادبي ما اخدوش يعني، بس احنا بناخده عشان نعلي سكور، هو عليه 15%. اكت 2 في 4 مواد اهم، 4 مواد. عندك الماث والبيولوجي كل ده اوت اوف 800، والكيمستري والفيزيكس. طب نوقف الصوره دي شويه من فضلك. المواد دي يا جماعه بنختارها ازاي؟ لو انا عايز اي كليات في القطاع الهندسي، انتوا طبعا احنا بنتكلم على الجامعه دلوقتي، لازم اخد ماث. لو عايز اخد اي كليه في القطاع الهندسي لازم اخد ماث. لو عايز كليه في القطاع الطبي لازم اخد ايه؟ بيولوجي. طب لو انا عايز افتح لنفسي باب الكليات كلها مش مقرر، هاخد ماث وبيولوجي. طب امتى اخد فيزيكس؟ اخد فيزيكس لما اكون مش ناوي اخد ماث وفيزيكس، لو مش ناوي ادخل طب او صيدله او علاج طبيعي. اوكي؟ طب لكن لو خدت ماث وبيولوجي انت ضامن انك قدام مفيش ادبي وعلمي، ما عندناش الكلام ده. يعني ناس كتير تقول لي يا مستر احنا عايز اخش ادبي، ما عنديش كده. خد وافتح باب الكليات كلها. اسهل وسيله لدخول الجامعه، بالمناسبه احنا في معرض جامعات، هي الامريكان دبلومه. في بعض الشهادات الثانيه يقول لك يا مستر انت منحاز. لا انا منحاز لانها اسهل، مش عشان هي مش بنت خالتي يعني، عشان هي اسهل. اوكي؟ فالامريكان دبلومه اسهل وسيله، واشجعكم ان انتوا للولاد الصغيرين اللي جايين في السكه ياخدوا امريكان. طيب ازاي بنحسب؟ احنا قلنا خلاص ازاي بنحسب. طيب هنا بقى عاملين احنا مشروع جديد اسمه امريكان دبلومه امبريلا. يعني ايه امريكان دبلومه امبريلا؟ احنا بناخد الطالب بنديله كل الدروس، كل التأهيلات لحد ما نوصله للجامعه. مش بس كده، بندور له على المنح والسفر بره حسب ما هو عايز. المشروع ده هتلاقوا فيه فلاير بيتوزع بره باسم شركه كن ومكتبات ساتن داي جي، بيتوزع عباره عن المشروع دوت. المشروع دوت بنجيب كل المدرسين في كل التخصصات. احنا بنساعد الطلبه في اختيار اكفأ المدرسين لامتحانات الايست والاكت والسات
المشروع ده لسه جديد اول سنه السنه دي، وبيلاقي نجاح جامد جدا. ان احنا بنعمل لك كل الخطوات اللي ما تدورش على حد، احنا نتولى الطالب من A to Z. وكمان بنقدر نوفر كل الماتيريال، الكتب، الامبريلا اساليني بعد الفاصل بس كويسه يعني هتعجبك. بنقدر نوفر كل الماتيريال وكل الكتب الخاصه بالشهادات الدوليه كلها. طبعا عندنا مكتبات ساتن اي جي فيها كل كتب التعليم الدولي. كمان بنقدر نعمل ايه تاني لما تيجي السلايدز؟ بنقدم استشارات للطلبه واولياء الامور، علشان كل خطوه تعليميه انت ماشي فيها بنمشي معاك خطوه بخطوه. كل ده اندر امبريلا، يعني كل ده تبع الامبريلا. كمان بنعمل ايه تاني؟ بنجيب لك افضل فرص في الجامعات والمنح، برضو ده تحت بند الامبريلا. احنا بنفضل على تواصل مع الجامعات كلها ونحاول نجيب الاوفرز الحلوه نقدمها لك من خلال الامبريلا بتاعت الامريكان. عندنا كمان الوقت الجاي هيبقى عندنا فرص للدراسه بالخارج ومنح تعليميه بره مصر، برضو هيبقى فيها الوقت الجاي ده كل ده انكلودد في الامبريلا. اوكي. عندنا حاجه مهمه قوي بس احنا ما عملناهاش هنا، عندنا حاجه اسمها ايديو كوليدج. الامبريلا امريكان دبلومه امبريلا ADU ده الاختصار بتاعها. هنعمل كمان دراسه في المواد المؤهله للكليه. يعني لو انا داخل كليه هندسه هيجي دكاتره في الجامعه يعلموك حاجات مرتبطه باولى هندسه. لو انا داخل اولى طب هديك حاجات في اولى طب، يعني هندخلك الكليه يعني نقول عليها ايه مور ذان ويل كواليفايد، يعني اعلى من الكواليفايد العادي. فده برضو في خلال مشروع جديد اللي هو الامريكان دبلومه امبريلا. عندنا كمان طبعا الاي دي يو اللي هي امريكان دبلومه امبريلا هتبقى هي المستشار التعليمي لكل ولي امر مرتبط بالامريكان دبلومه. كمان عاملين حاجه تاني اسمها IGU. قلنا اولادنا برضو بتاع الIGCSE محتاجين امبريلا، فعملنا امبريلا جديده للIGCSE. بس انا مش في مجال الكلام عن الIG لان الموضوع كبير قوي. هم حددني هنا بوقت كويس، هي مش موجوده شهد حد زنقني في الوقت، مع ان الدكتور اللي فات خد وقت اطول مني. طيب برضو نسمع اسئله. ده بالنسبه للIG. طبعا اتمنى لكم يعني نجاح وتخشوا الكليه اللي نفسكم فيها، اللي داخلين النهارده والتانيين اللي جايين في السكه. ممكن اسمع اسئله لو حد حب يسال، انا عارف في اسئله كتير. يا رب ربنا يخليهم. ربنا يخليهم لك. امبريلا ايوه مع رشا بقى هديك رقمها. طيب حد حب يسال اي سؤال انا معاكم تحت امر. ايوه يا حبيبي. نعم. مفيش حاجه اسمها هوم ستادي، يعني هو الهوم ستادي ده اسم كده، لكن هو انت بتحضر في المدرسه، المفروض تكون بتحضر. لا في مدرسه كلمني وانا اقول لك. في مدرستين المنار مدرستين، يعني مش في مجال نقول اساميهم في مدارس وفي اسماعيليه قريب منك. ممكن تقابلني بعد واقول لك الاماكن. اسئله لو تحبوا اسئله خاصه بالامريكان دبلومه انا تحت امركم. ايوه اتفضلي. الله يخليك. ميرسي لذوقك. ميرسي 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 فندم. ميرسي اموري فندم. ممكن تعلي صوتك عشان هم يسمعوا. اي طبعا احنا بنحاول نعمل حاجات في المنح وبنحاول نجيب وانا عندي حاجه هتخلص بكره ان شاء الله، منح كويسه قوي. برضو تابعوني وانا تحت امرك بعد خدي رقمي. اهلا بيك. حد عنده اي اسئله تاني؟ تمام. اتمنى اكون قدمت يعني في وقت قليل فكره سريعه عن الامريكان دبلومه. وطبعا انا تحت امركم في اي استشارات. تليفوني معروف للكل اللي عايز ياخد تليفوني بعد المحاضره. اهلا بيكم، نورتوني. شكرا.